ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم، ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه قضى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فما تفتكرش إن النهايات والخواتيم بتيجي صدفة، كل واحد فينا بيختار نهاية قصته. خليني أقولك على سر تختار بيه خاتمتك ونهايتك هيبقى شكلها إيه. السر الحقيقي هو الإخلاص، وده أعرفه إزاي؟ ده يا صديقي مش هتعرفه إلا بالخلوات. شوف حالك مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات شكلها إيه. لما بتبقى لوحدك بتفكر في إيه؟ ربنا بيجي على بالك وبتحس إنك مشتاق له؟ أو تمسك مصحفك وتقرأ بعض الآيات بتدبر؟ ولا بترفع إيدك ليه سبحانه وتعالى وتدعيه بما تشاء؟ أو بتتفكر في خلقه سبحانه وإزاي بيدبر أمورك وأمور الخلق كلهم؟ ولا في الخلوات الشيطان بيلعب بيك ويوجهك للمعاصي وتضيع الوقت في الفاضي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحديث واضح إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيخدع. هما اتنين، واحد عاش حياته مستني مدح الناس وشكرهم على كل حاجة بيعملها، واحد كان بيعمل العمل يبتغي به الأجر من الله. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه، والخاتمة بما عشت عليه مخلصا لله لا لغيره. فالواجب العملي ليك جدد النية في كل عمل إنك بتعمله لله سبحانه وتعالى مهما كان العمل صغير أو كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.